موضوع بيراميدز بالنسبه لرمضان ده كان قرار بالنسبه له، هو ممكن يبقى شايفه صح من وجهه نظره وممكن الناس تبقى شايفاه غلط. هو كان قراره ان هو انا هسيب النادي الاهلي وانا جالي عرض من بيراميدز اكبر او احسن، هو شايفه انه ده مناسب ليه او مناسب لتفكيره في اللحظه دي، فخد القرار وبيتحمل نتيجته في الاخر ايا كانت هي. قرار رمضان من القرارات اللي هي كانت مضايقاني جدا، يعني قرار ممكن مضايقني في لحظتها، ممكن مضايقني ان رمضان نفسه جوه النادي بيتعامل معامله الناس بتقدره كويس جدا، محترماه كويس جدا، عامله له وضع كبير جدا. هو كان سنه صغير، مهمه من النقطه اللي هو دي رمضان خد وضع جوه النادي الاهلي صغير جدا، طريقه التعامل معاه كان سنه صغير جدا، فان انت بتاخد قرار زي ده ما كانش حلو علينا بالذات ولاد النادي. ممكن يبقاش حلو، ممكن يبقى عادي لاي حد، لكن ولاد النادي اللي هم متربيين جوه النادي يعني ممكن القرار ده تاخده شويه بعدين شويه تبقى. فانت لما بتعرف ان النادي عرضه او النادي عمل ايا كان العرض اللي موجود بره، بس هو النادي عمل لك احسن حاجه هو النادي ممكن يعملها، فانت لازم تبقى شايل حاجه زي كده ان النادي كسر حاجات عشانك انت. داخل بيودعنا بس على الواتساب والجروب بتاعنا وبتاع، فانا كنت متضايق، هو زميلي واخويا وكل حاجه، بس اللي هو ايه الموقف ما كنتش بلعه يعني، مش عارف يعدي كده عليا ان هو انا بقول لك